ده من سنتين كان هيتعمل، والفنانه دي انا هذكر اسمها وتسامحني، هي معاها عقد مني. فنانه الفنانه فيفي عبده من سنتين كلمتني، والسيناريست بتاعها كلمني وجاني البيت. هو وخلود سعود الصحفيه هي اللي جابته، انا ما اعرفوش. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. الحقيقه انا شفت مسلسل ورد وشوكولاته، وبما اني من الصحفيين المقربين لوالده المذيعه شيماء جمال وحضرت القضيه من البدايه، عاوزه اقول لكم ان المسلسل حوالي 60 او 70% من قصه شيماء جمال، اما الباقي مش حقيقي خالص، دي كلها حبكه دراميه. والحقيقه المخرج ظالم والده المذيعه شيماء جمال جدا. الحقيقه الست دي عمرها ما كانت ماديه خالص، الست دي ما شاء الله معاها ملايين في البنوك، عايشه في بيت غالي جدا، بتعمل خير كتير. كنت من الناس المقربين منها جدا وشفت شخصيتها، الشخصيه دي بعيده عنها تماما، المسلسل مشوه شخصيتها جدا. الست دي لو ماديه كانت وافقت عن العروض اللي كانت بتجيلها علشان تتنازل عن حق بنتها. اتعرض عليها اكتر من 200 او 300 مليون جنيه مقابل ان هي تتنازل عن حق بنتها ورفضت. طبعا الحاجه ماجده طلعت في حلقه امبارح في احدى القنوات وقالت عن عرض الفنانه فيفي عبده. فعلا الفنانه فيفي عبده بعتت سيناريست لوالده المذيعه شيماء جمال عن طريقي، السيناريست الاستاذ محمد البغدادي كلمني وقال لي يا خلود احنا عايزين نعمل قصه المذيعه شيماء جمال مسلسل، واللي عايزه تعمله وتنتجه وتقوم بدور الام هي الفنانه فيفي عبده. فقال لي انا محتاجك توصليني بالحاجه ماجده. فانا قلت له حاضر تمام، ورحنا للحاجه